لما حد يسألني أنا عايزة أخس من غير ما أعمل ولا دايت ولا رياضة أعمل إيه؟ فسألتها طب ليه مش بتحبي الدايت والرياضة؟ فقالت لي لأن شغلها بيحتاج مجهود كبير وتركيز، وهي لما بتعمل دايت بتكون ما عندهاش أي طاقة للشغل. وسألتها بتاكل إيه لما بتعمل دايت؟ فقالت لي في الإفطار بتاكل بيضة وربع رغيف وكوب شاي بلبن، وفي الغدا بتاكل ربع فرخة وسلطة، وفي العشاء بتاكل كوب زبادي مع ثمرة فاكهة. وطبعا كده هي عندها حق، لأن الدايت ده قاسي جدا، مش هيديها الطاقة الكافية لا للعمل ولا للرياضة. احنا بس المفروض نقلل من 200 ل 500 كالوري في اليوم عشان ما نجبرش الجسم انه يدخل في مود المجاعة ويتمسك اكتر بالدهون اللي في الجسم ويقلل من معدل الحرق. ما تعملوش دايت قاسي وتستعجلوا، لانكم كده بتربطوا الدايت بالجوع والتعب والحرمان اللي دايما هيرجعوكوا في اقرب فرصة انكم تاكلوا زي الاول وترجعوا لوزنكم. ولكن الحل انكم تغيروا اسلوب حياتكم لحياة متوازنة صحية وتبنوا عادات جديدة. اي تغيير بسيط فيها هيفرق في وزنكم وصحتكم. الحل هو اسلوب الحياة الصحي.